الرسالة دي لأهلنا في غزة. لو انتوا فاكرين ان انتوا بس اللي بتموتوا وبتتقتلوا هناك في غزة، فانا عايز اقول لكم ان احنا كمان بنموت من الخجل، بنموت من القهر من اللي بيحصل، بنموت من قلة حيلتنا ان احنا نساعدكم كشعوب، بنموت من سكوت حكامنا ورضوخهم لليهود واللي وراهم الامريكان والغرب. بنموت ان احنا كل اللي احنا قادرين نعمله هو الدعاء، وكأن الدعاء هو اللي هينجيكم من اللي انتوا فيه او هيغير مصير الامة. لكن للأسف احنا كشعوب مغلوب على امرنا، مش بايدينا اي حاجة للأسف، مش بايدينا غير ان احنا ندعي لكم. يا ريت حكامنا يدونا سلاح ويقولوا لنا اللي عايز يروح يروح، والله كلنا هنروح، كل العرب هيروحوا. لكن للأسف احنا فعلا مغلوب على امرنا. انتوا احرار لكن احنا محتلين. انتوا على الاقل بتقدروا تحاربوا، تقدروا ترفعوا سلاح، تقدروا تقولوا لهم لا، لكن احنا للأسف ما نقدرش. قرارنا وسيادتنا مش في ايدينا. الدول العربية مش بيحكمها حكومتها، بيحكمها النظام الدولي العالمي، هو اللي بيحكم الدول العربية مش حكامها. دول مجرد ناس بتدير للحاكم الأكبر في واشنطن. سامحونا على خذلاننا.